مرحبا حبايب، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم رجعت لكم فيديو جديد. اكيد لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس على مود يوصلكم اي شيء جديد اللي انزله. طبعا هواي كتبولي على الكيك انه شو وقت راح انزل وصفة الكيكة. طبعا هذا الفيديو هي وصفة الكيكة اللي سويتها انا بعيد ميلاد امي. واول شي هن البيض، راح احتاج الى 7 بيضات. مثل ما تشوفون أنا دا أخليها بكاسة بالأول، يلا أرجع أخليها بالكاسة الثانية. ليش؟ لأنه أقول أخاف وحدة من عندهن مثلا فاسدة أو مثلا ما أعرف يعني بيها شي، على الأقل أنه ما حرامات أذب كل البيض اللي خليته. مثل ما شفتوا بعد ما حطيت ال7 بيضات راح أخليها بال مطراقة أو المعجانة، شوف أنتم شنو عندكم. هنا راح أحتاج كوب واحد من المي، والمكونات أنا راح أكتبها بصندوق الوصف همينة. هنا أنا راح أحتاج كوب وربع من السكر، هذا الكوب الأول، وهذا كوب النص أو الربع الثاني. طبعا المواد كلها راح أضيفها سوا. هنا راح أحتاج خل أبيض، خاشوقة أكل خل أبيض، كل مواد أخليهم سوا مثل ما قلت لكم. يلا عود أخبطهم سوية. هنا أنا عندي خاشوقة مال أكل زيت، خاشوقة الثانية، يعني خاشوقتين أكل زيت. بعدها راح أضيف الفانيلا، تشيس واحد فانيلا وتشيس واحد بيكنج باودر. بهالشكل. هنا أنا عندي المحسن مال الكيك. المحسن مال الكيك أمي جايبته من وحدة عراقية. هنا مثل ما شفتوا خاشوقة مال أكل. طبعا المحسن مال الكيك اللي خلى عندي الكيكة هيجي علوها، واللي كان تهمنا هشة كلش. بالإضافة أنا من خليتها وبين طبقة وطبقة لما قصصتها خليت شوية حليب، يعني مجرد هيجي نثر عليها مثل ما شفتوا بالفيديو القبله. بعد هنا أنا عندي أني طحين، راح أضيف الكوب الأول وهذا الكوب الثاني. وهنا راح أرجع أضيف الكوب الثالث، يعني 3 أكواب الطحين. هنا أنا بعد ما خلطتهم سوية طبعا نرجع ونقول على مود الطعم شنو اللي تحبونه. أنا بالنسبة إلي راح تشوفون هسه بالفيديو برشة كشور البرتقال، وخليته إلى طعام على مود أخاف زفرة البيض يعني ما تبين عندي مثل ما شفتوا هسه. برشة هنا قشر مال البرتقال وضفتها للعجينة. طبعا خليت العجينة 15 دقيقة بالعجانة، يعني مو تخلط زين المواد، والشكر عندي يذوب همينة وما يبقى عندي شي يعني. عندي هنا القالب مثل ما شفتوا. شوفوا شلون خليت ورق الزبدة بالأول، وبعدين بمساعدة أمي لأنه بصراحة ما عرفت شلون راح أسوي الحافات مالته. هذا ماي عندنا رشينا بهالشكل وخليناه ثبتناه بالقاعدة على مود الكيكة. من تنفش عندي راح تصعد اللي فوق، ما توقع من هنا ومن هنا، تطلع عندي عدلة. وبهالشكل كلش سهلة وبسيطة.
بس أنا لأنه أول مرة أسويها بصراحة ما عرفت شلون أمي دا تسوي، فهسه لا تعلمتها يعني بهالطريقة. وهنا هسه أقدر أضيف عليها الخليط مالت الكيكة. بعد ما صار عندي الخليط كامل، صار عندي بهالشكل. قبل ما أخلص تقريبا ب10 دقايق إلى ربع ساعة شغلت الفرن درجة حرارة على 150 وأشغل فقط الجوة. وهاي كانت نهاية الكيكة. مثل ما تشوفون صار عندي بهالشكل. خليت الكيكة تقريبا من 45 دقيقة إلى 50 دقيقة. أثناء هذا الوقت ممنوع تنفتح الباب مالة الفرن على مود لا تنزل عند الكيكة. وأقدر مثلا عندنا عوادين مالة الكيك خاصة أو مالة العجين، أتأكد من عندها الداخل مالته بعد عجين لو صار زين. تشوفون يمكن أكو زرفين هيجي فوق بالبداية اللي تأكدت من عندها إذا الكيكة مستوية أو لا. وهاي كان العلو مالتها. وهمينة راح تشوفون هسه شلون عندي منفشة وشلون اسفنجية همينة. وهنا أنا بديت أقطعها وراح تشوفون همين الداخل مالتها شلون صار. هاي كانت نهاية الكيكة. أتمنى نالت إعجابكم وأتمنى تجربوها من تستحق التجربة. وشفتوا داخلها مال داخل الكيكة يعني شلون اسفنجية وتستحق التجربة. واللي هنا وأقول لكم مع السلامة.